هو السيزون ده طول كده ليه؟ ما خلاص هانت. امال البت ناس مفيش اي اخبار عنها؟ اخبار ايه يا بنتي؟ ناس عدت خلاص. بلمى اه ايه يا بت مالك في ايه؟ ايه؟ بطني بتتقطع. اطلب لك دكتور؟ دكتور ايه؟ اسعاف على طول. دي اكيد حاله تسمم. يا الله اللي هنا. نعم يا ابني. مش الاستاذه جميله مخلوف ساكنه هنا؟ ايوه خير. طلب لمقابله رئيس المباحث. في بلاغ متقدم فيكي من راقصة باليه بتقول إنها اتسممت من أكل أنت بعتيه ليها. معلش ممكن اعرف بس اسمها ايه؟ اسمها نجوى صلاح محمود. بس يعني هي اللي اتسممت لوحدها ولا زمايلها كمان؟ هي بس اللي مقدمة البلاغ، وبعدين أنا اللي أسأل مش هتسأل. مؤاخذة يا ابني، بس ربنا عرفوه بالعقل. 20 واحد كلوا من الأكل ده، اشمعنى هي لوحدها يعني اللي جالها تسمم؟ أكيد مش هتفوت علينا حاجة زي دي، إحنا طلبنا تحليل للمادة اللي هي رجعتها. أنا متأكدة لو فعلا هي عندها تسمم زي ما حضرتك بتقول، أكيد مش بسببنا يعني. خلاص نفتح محضر وحضرتك تقولي فيه اللي أنت عايزاه. بالمناسبة، هو حضرتك معاكي تصريح من وزارة الصحة؟ لا ما عنديش تصريح، أنا كنت عاملة المشروع ده عشان أساعد نفسي وأساعد ناس غلابة في إمبابة. وأنا مقدر الظروف الصعبة دي، بس أنت ست متعلمة، كان لازم تتبع الإجراءات الصح. إحنا طلبنا تحليل لبقايا الوجبة، بس إحنا عندنا ست بتقول إنها اتسممت، فلو عرفتي تجيبي حد يتوسط وتتنازل يبقى أحسن. مساء الخير يا فندم. اسمعي بقى يا بنتي الكلام اللي هقوله لك، لو عايزة يبقى ليكي مستقبل معايا لازم تصارحيني. صرحك بايه بس يا مايسترو؟ ما هو موضوع التسمم والكلام ده مش داخل عليا على فكرة. ازاي يعني كل الناس ما حصلهاش حاجة إلا أنتِ؟ على فكرة لو حللوا وطلع ما فيش حاجة هيتهموك أنتِ بالبلاغ الكاذب. حللوا ايه بس؟ ما انا اكلت ورميت باقي الاكل. أنتِ مظبطة بقى. ما هي اللي جايبه لنا اكل بايظ. عموما مستقبلك في كوم والموضوع ده كوم تاني.